أغرب طرق احتفال المشاهير بإنجاب أولادهم. أهرام أخبار جمهورية. اطحن بن ولعنا. للمشاهير طابع خاص للاحتفال بإنجاب أولادهم، فمنهم من يحتفل بطريقة عادية وآخرين يحتفلون بطريقة مجنونة. إليك أبرز هذه الحالات: النجمة كيم كارداشيان عقب ولادتها الثانية أعلنت أنها ستقوم بأكل مشيمة ابنها، وذلك بتجفيفها ثم وضعها في حبوب تساعدها على تناولها. وأما النجمة شيرين عبد الوهاب عقب ولادتها قامت بالاطمئنان على ابنتها خوفا من وجود وحمات، وذلك لأنها كانت دائما تتوحم على الأطعمة والعصائر. أما احتفال الفنانة روبي فكان صادما للغاية، حيث أنها طلبت الطلاق بعد ولادتها مباشرة. والنجمة اللبنانية مريم فارس أخذت قرار بالاحتفاظ بالحبل السري بعد ولادة طفلها، حيث اعتبرت أنه أحد أهم المواد التي تساعد في علاج الإنسان من بعض الأمراض في سن متقدم.